في حرائق في لوس انجلوس، في فيروس جديد في الصين، في بكالوريا في مصر. بس ده ما يمنعش انك تتفرج على فيديو جديد من احمد. ودلوقتي هنبدا فيديو يوم دراسي في امريكا، فلايك سبسكرايب وشير ويلا بينا نخش في الفيديو على طول. بمناسبة ان ده فيديو يعني فلوج ويوم دراسي وكده، فبمناسبة الدراسة انا كنت عامل فيديو قبل كده. لو انت اول مرة تشوفني كنت عامل فيديو على القناة قبل كده عن نظام التعليم الثانوي في امريكا. لو حابب تشوفه برضه هتلاقيه على القناة، ممكن يفيدك جدا لو انت عايز تعرف اكتر عن التعليم هنا ونظامه، وهل في بقى اسئلة اللي بتدوس في دماغك وعلم وادب والكلام ده كله. ان شاء الله يعني لو دخلت على الفيديو تفهم اكتر وتشوف. ولو عندك اي سؤال اكتبهولي برضه على الفيديو في تعليقات الفيديو ده وانا هرد عليها ان شاء الله، او حتى الفيديو ده لو حابب يعني. المفترض ان الفيديو ده كان ينزل يعني يوم التلات، بس حصل حاجه ان انا كذا حاجه كتير قوي هقول لكم عليهم وانا في المدرسه. عليهم واحده واحده مع بعض لما نخش. ممكن وقت البريك ممكن نتكلم. دول الكامبوس سيفتي، دول اللي بيحفظوا امان المدرسه. نهاية الحصة الأولى، هنا رايحين بريك. خدت سينابون بلبن. دلوقتي رايحين الحصة التانية. عندي بيولوجي. طريق الحصة بيولوجي أصلا يعني أبعد مكان وأنا متأخر فهمد شوية. أنا متأخر كله في سمعة أنا تقريبا. وصلنا للكلاس. انا طبعا مليت فهروح الحمام، فلازم تروح الحمام فلازم تسجل اسمك. وفي فصوص تانية بيكون يعني تسجل على الكمبيوتر بس هنا متسجل في ورق. بصراحة الحصة مملة جدا، لازم يعني نروح الحمام نقعد شوية نظبط الدنيا. ممكن يعني اتمنى ان انا يعني مش عارف، بس هو انا رايح الحمام بس مش رايح الحمام بمعنى صح. انا رايح عشان اضيع وقت لان الحصة مملة جدا. ايه الجمال ده؟ انا نسيت حاجة. الحصة طبعا لما ترجع الفصل تكتب بقى الوقت اللي انت رجعت فيه. بس كده. انه المال. الحمد لله خلص الفصل، خلصت الحصة ودلوقتي هنروح للحصة التانية. الطريق إلى الحصة الثالثة واعي للغاية وصعب جدا لأن أنت ما عملتش واجب دلوقتي. هذا فانوس. هنا داخلين الفصل. هذا شافني أسجل سجلني. اتفرجوا على السحر. I want to show some magic, okay? Okay? See it? Oh, what is it? Tell me what is it? I don't know, that's magic. Oh, How could I know that? it's right here. It comes from here to here. That's magic. Thank you. This is the highest level. انتهت الحصة التالتة ورايحين دلوقتي نتغدى. أطول طابور في التاريخ طابور الغداء. هعتذر عن اللوزين السنين دلوقتي. طبعا لازم الفاكهة مفيش، طبعا يعني مينفعش غير ان الفاكهة مينفعش خالص. اللي حضر اللي جه
بالله يعمل اللي عليه. كيف الأحوال؟ أنا الله يكون مش هعمل يعني شيء ولا ينفع. خليك مع الفيديو. هتكلم معاكم شوية بس الدوشة هنا، فلما أطلع بره هتكلم معاكم شوية. هنا الدوشة عالية جدا، عشان انتوا سامعيني أصلا. طلعنا بره عشان نعرف نتكلم بأريحية أكتر. نتكلم شوية. ان شاء الله انا هحاول ان انا ارجع النظام القديم اللي هو انزل فيديو يوم الثلاث وفيديو يوم الجمعه وبس في اخر الاسبوع، لان انا دلوقتي فاتت وقت المدارس، فطبعا انتوا عارفين مش هيبقى ان انا افتح لايف كل يوم ده، او يوم ده خلاص انتهى، خلاص كده خلصت. فباذن الله ممكن نفتح لايف في اخر الاسبوع وننزل فيديو يوم الجمعه وفيديو يوم الثلاث. ده اللي ممكن نعمل ان شاء الله الفتره الجايه يعني. واهم حاجه دعمكم، الكومنت اللذيذ بتاعك، اللايك الجميل، الشير والسبسكرايب والحاجات الجميله دي كلها. القناه خلاص دخلت على 3000، فلو مش عامل سبسكرايب يعمل، لو عامل ممكن تعمل شير عشان غيرك يخش يعمل سبسكرايب. خليكم معايا في اليوم الدراسي في المكتبه، يعني ما بقرأش بس بقعد فيها عشان النت فيها بيبقى حلو بصراحه. رايحين فصل التاريخ او حصة التاريخ. انصحك ما تركزش على اللي ظهر في الفيديو عشان يعني مش مهم. الحقيقة تتحقق والتحقق يأتي من الحقيقة. السؤال المقالي وإجابته الجميلة. أنا معترف إن الحصة الحلوة اللي ما بتحسش بوقتها، يعني انا حاسس ان دي اصلا حصه رغم ان نفس الوقت مع باقي الحصص بس فيها علم، في مش عارف، فيها حاجه بتاخدها، بتحس انك ما بتملش كمان الوقت. هنا اخر حصه الفرنش واروح بس اخيرا. de inglés, de francés or español. خلص اليوم الدراسي بس ما خلصش يومي، وعشان نطول الفلوج على قد ما نقدر فهنطول شويه. ممكن نعمل حاجه تانية لما نروح او كده هصورها برضو. هنا انا يعني هنا كل يوم بعدي بشوفهم هنا تقريبا في الحتت دي كده فيها كلاس بيبقى زي الورش. بص قدامك كده بجد ده مقفول بيبقى زي ورشه كده بتعلمهم بقى الحاجات والصناعه. دي حصه تعتبر، وفي حصه الزراعه وكله احلى حاجه يعني كله مجموع، كله في المجموعه، مفيش حاجه اسمها بقى انت بره المجموعه. ممكن تلاقي كل المواد اللي تتخيلها، حتى الحاجات الجرافيك ديزاين والبرمجه والكلام ده كله موجود. بس ده يعني الماده الوحيده اللي مش موجوده هي التربيه الدينيه. ليه؟ عشان اصلا يعني انت ممكن في الفصل الواحد تطلع 20 ديانه ماشي، غير الملحدين طبعا. فده اولا. ثانيا ان هم هنا يعني في اول حاجه اسمها البيل اوف رايتس، حاجه بعد ما امريكا استقلت عن بريطانيا كان اول حاجه فيها حريه الدين. فمع ايه هم مش هيحكموا او مش هيعلموا دين معين او كده، فهم عشان يعلموا اصلا دين هيعملوا يدوهم 20 مدرس كحاجه حد ادنى. وغير كده انا شايف ان المجتمع بتاعهم اخلاقيا وحش، عشان بس موضوع ان مفيش دين بيتدرس او كده. هم في كل حاجه كويسين الا اخلاقيا اللي انا شايفه. كنت سألتوني قبل كده عن موضوع ان هو لو يعني انا مثلا صلاه الجمعه شفتني مره طلعت من المدرسه صليت، فازاي بنعمل كده؟ فانا هوريك دلوقتي لما اروح البيت ان شاء الله اوريك انا هعمل ايه عشان يعني اقدر ان انا اطلع من الصلاه، اقدر اطلع من المدرسه اصلي الجمعه. فخليكم معايا وما تطلعوش من الفيديو، اتفرجوا على الفيديو للاخر. يلا بينا. صح نسيت النهارده تقريبا في ماتش بتلاقي كده ماتش فريق المدرسه. بالمناسبة انا بجهز فيديو برضو عشان موضوع الكورة في امريكا وازاي وهل الفرصة كويسة انك تبقى لعيب كورة وكده، فتقدم الكلام ده كله هعمل عنه فيديو ان شاء الله. بس دلوقتي كنت ماشي لقيت ان الماتش ابتدى. انا مش فاكر هو كان يعني نسائي ولا ايه بالظبط، بس انا اخش
استاذ اصور لكم ورايح شويه وبعد كده نروح البيت. النهارده الخميس وبكره الجمعه، فيعني بنتكلم خلاص في الويك اند، فمش محتاج ان انا اذاكر كتير يعني. مش عايز حد في التعليقات يقول لي انت دخلت ازاي، عشان انت كده مش بتابعني وما بتشوف لايفاتي. وزي ما قلت مدرسه مفتوحه بتدخل عادي جدا. طبعا كرة القدم اللي هي بتاعتنا هنا مش يعني معلهاش اقبال جماهيري كبير، فسايبين الملعب مفتوح. انما لما بيكون كرة قدم امريكيه الاستاد بيبقى متقفل، فلازم يعملوا تذاكر وبيكسبوا منها فلوس. انما في الحاجه زي كده بيبقى عادي. زي ما قلت لكم طبعا انا هعمل لكم فيديو قريب على موضوع الكوره هنا والفرصه يعني ايه الدنيا فيها. بس انا قلت بالمره اصور لكم دلوقتي ماتش بيتلعب هنا. طبعا في لازم وحكام وبص يعني دولي، بمعنى صح دولي، فاهمين يعني مش حاجه يستهان بيها. هنا الدكه والدكه اللي هناك اهي المدرجات. روحت البيت بالليل. كنت قايل لكم لما اروح اكلمكم عن موضوع ان احنا نطلع نصلي الجمعه يوم الجمعه، فازاي بنعمل كده. مبدئيا ده لازم يحصل عن طريق ولي امرك، ان هو بيملى جوجل فورم بتكون موجوده. لو رحت مكتب المكان يعني مخصص للحضور في المدرسه اسمه attendance office، او حتى دخلت على موقع المدرسه هتلاقي مكان مخصص لحته الحضور. فانت في كده زي فورم بتملاها انك هتغيب مثلا من الساعه كده للساعه كده عشان سبب ديني. يعني مختار سبب ديني عشان اروح اصلي وكده، وعادي جدا والموضوع بيعدي بدون اي مشاكل. وزي ما قلت لكم هنا في احترام جدا لحته الاديان، كل واحد يعني يعمل اللي هو عايزه. فعشان كده ما يقدرش حد يقولك لا، ما يقدرش حد يقولك انك يعني ما يقدرش حد يمنعك بمعنى اصح. فدي مساله الصلاه يعني يوم الجمعه بتبقى ماشيه ازاي بطريقه واضحه قدامكم. وبس كده انتهى الفيديو. لايك شير سبسكرايب وكومنت وكل الكلام الجميل دوت. مع السلامه.